بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. ازيكم أحلى متابعين في الدنيا؟ النهاردة جايلكم بإيه؟ بالكابوريا الخطيرة. كابوريا بقى بطريقتها بتكتها بحركاتها بطعمها اللي يجنن، والله بتبقى بالوصفة دي بتكون تحفة، مش قادرة اوصفلك، بتكون احلى كمان من الجمبري نفسه. النهاردة هنعملها بطريقة حلوة جدا جدا جدا، بس امشي معايا على الخطوات دي وانت هتلاقي نتيجة بإذن الله تجنن، وكمان مش هتبقى فيها زفارة خالص وهتكون طعمها خيالي. تعالي نشوف. انا معايا دولت حوالي كيلو، يعني انا جايبة 3 حوالي كيلو، كبيرة كده. طبعا انا منضفاها كويس جدا وشايلة منها كل حاجة، تمام، ومخلياها زي الفل. تمام. انا بقالي حوالي ساعة في المية. ليه بقى؟ بتنزل اي رمل، بتنزل اي رواسب، بتنزل اي حاجة، اي حاجة. بس في معلومة هقولها لكم على الكابوريا، لازم تكون الكابوريا معاكي لازم تكون تقيلة. يعني ما تيجي تشتريها تمسكيها كده تحس ان هي تقيله، اوعي تجيبيها خفيفه. لو جبتيها خفيفه هتكون يعني فاضيه من جوه ومش فيها اي لحم تماما. اما لو انت جبتيها تقيله هتلاقي مليانه لحم. تمام. وخدي بالك، في دي كرة فيها، يعني فيها واحدة نتاية وفيه 2 كرة. النتاية ميزتها ان هي بتكون مليانة بطاريخ، اما الدكورة بتكون مليانة لحم. تمام. دلوقتي انا نضفتها كويس جدا وشلت منها، كان هنا في شوائب كده وشلتها من هنا ونضفتها وشلت عيونها وظبطتها خالص. طبعا انا هنقول مع بعض. معايا هنا نص كوبايه خل، يعني هروح حطاها معايا كده بالطريقه دي. ومعايا هنا 2 ليمون، هعصر برضو الليمون معايا بالشكل ده علشان انا مش عايزه يعني اي زفاره خالص. انت لو عملتيها بالطريقه دي يعني هتلاقي نتيجه كويسه جدا ومش هتلاقي اي زفاره باذن الله. كده اول خطوه احنا عملناها مع بعض، اللي هي بنعمل ايه؟ بننقع الكابوريا في الخل والليمون حوالي ربع ساعه على الاقل. عايزه تسيبيها نص ساعه كمان مفيش مشكله، بس احنا هنسيبها ربع ساعه في الميه بتاعتها دي. طبعا تاكدي من ان مفيش فيها اي رمل، وتاكدي فيها ان هي ما يكونش فيها اي زفاره خالص. في بقى عندي تكايه حلوه قوي انا هقولها لكم عليها، بس لما نشوف بعد التطبيق بعد النقع هنشوف هنعمل ايه باذن الله. ورجعت لكم تاني بعد ما خلاص اتنقعت شويه حوالي اكتر من نص ساعه في الميه بليمون. يلا بقى مع بعض نشوف بقى اللي احنا التكات بقى اللي احنا اقول لكم بقى الطريقه بتاعتها هتتعمل ازاي. دي معايا توم وفلفل حراق وفلفل رومي وشويه كمون وعصره ليمون ومضرباهم على كلهم على بعضيهم. وهي دي كده خلطه بتاعه الكابوريا اللي انا هحشي بيها الكابوريا. ومعايا دي فرشة الصينية، فرشاها تحت الكابوريا. طبعا هينزل الشوربة بتاعتها، ممكن تغمسيها، ممكن تاكليها معاكي بأي وصفة. يعني ممكن تغمسيها، بتدي معايا طعم وبتعلي معايا التيست وبتخلي طعم الكابوريا طعمها كويس قوي. طبعا التركاية هنا معاكي بتاكلي احلى كابوريا في العالم. يعني بتاكليها كده وبتحسي ان انت بتاكلي حاجه حلوه قوي. يلا نشوف هنعملها ازاي. اخد من الخلطه دي معايا وابدا كده خلصت معايا الكميه وحشيتها معايا وقفلت عليها وابدا ان انا ارصها في الصينيه عادي خالص مع بعض كده. تمام. وادي التالتة، يا دوبك الصينيه بالظبط تكون عليها. شايفين المنظر؟ وطبعا حبه التتبيله بتاعتها دي تتحط فوق منها، مفيش اي مشكله خالص. تمام. طبعا خدي بالك ان انا حاطه فيها ملح من جوه، بس تحسبا هنرش فوق منها شويه ملح كده بصوت. تمام.
عشان برضو مش عايزاها تبقى حادقه قوي. تمام. ويلا معايا نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز. هنحطها على البوتاجاز. طبعا الكابوريا حديني رفعتها على النار. الكابوريا بتاخد معاكي حوالي 12 بالظبط 12 13 دقيقة. قولي يا ستي، قولي ربع ساعة، سيبيها ربع ساعة. تمام. مش اكتر من كده، لو سبتيها اكتر من كده هتتهري منك وهتلاقي اللحم بتاعها مش كويس. اديني رفعتها على النار على درجة حرارة متوسطة وسبتها خالص معايا. هسيبها حوالي ربع ساعة او يعني تحسبا 13 دقيقة، علشان الكابوريا ما بتاخدش اي وقت معاكي خالص، علشان ما تتهريش منك. طبعا انا كل ايه، طبعا مش بنحط عليها ميه، ان الكابوريا بتاعتي بتنزل ميتها، ما تحطيش عليها ميه. وطبعا انا معايا بصل وطماطم وفلفل وحاجات من تحت هتنزل الميه بتاعتها. بس اهم حاجه ان انا اوطي النار، وبعد لما تخش في السوا هنرجع نشوف شكلها عامل ازاي. طبعا الكابوريا شوف انا بس وريت لكم بس ان هي منزله ميه ازاي. طبعا انا كنت مغطياها بغطا. تمام. نسيت اقول لكم الحته دي لازم تغطيها بغطا. الكابوريا بقى لها حوالي دلوقتي 7 دقايق، اسيبها كمان 7 دقايق تانيين، وبعد كده هنشوف الطبق التقديم بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي. وبكده نكون خلصنا. معايا الطبق بتاعي بقى بالشكل ده، فظيع وريحته تجنن. والله مش قادره اوصف لكم، بقول لكم ان انا قادره اقوله لكم. تعالوا اتفضلوا معايا. شايفين طبعا هي محشيه من جوه، وايه بقى مستويه بقى، وايه مش قادره اقول لكم. لونها تحفه وشكلها تحفة ما شاء الله. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، ودي نهاية حلقتي. جربوها ومش هتندمي، وقوليلي في التعليقات لو في اي كومنت او حاجة جربيها. لو مش عجبتك قوليلي، لو في حاجة ازودها قوليلي انقصها. تمام. بس انا شايفاها بصراحة عشان انا جربتها كتير جدا، وعمري ما بعمل حاجة على القناة عندي لما بكون مجرباها كويس جدا جدا جدا. برضو معلومة، يا ريت تتاكل وهي باردة. لما بتتاكل وهي باردة صدقيني الطعم بيبقى حكاية 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 وهي باردة. لما بتكون سخنة بتكون حلوة جدا برضو، بس بتدوقي بقى حلاوة الكابوريا اكتر لما بتاكليها وهي باردة. يا رب تكون وصفتي عجبتكم. والنهارده معاكم ياسين من جيران الهنا. يا رب اكون فدتكم بحاجه، وما تنسوش تدعوا لبابا بالرحمه. يا رب يغفر له ويسامحه ويتجاوز عن سيئاته ويدخله جنات الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب العالمين. يا ريت بقى تنسلوش باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تعملوا شير كتير لاصحابكم. ويا ريت يا بنات تدعموني عشان عايزه اكبر بيكم ومعاكم باذن الله. تشوفوا مني حاجات احلى كتير 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 كتير. ولو عايزين اي حاجه قوليها لي على الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.